مساء الفل عليكم وتبقوا مكملين برضو في قصة ايمو. تعالى في الفيديو ده اقول لك ايه نهاية قصة امام عاشور مع النادي الاهلي. لايك للفيديو واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ. طبعا النادي الاهلي النهارده نزل منشور او نزل بيان رسمي على الصفحة الرئيسية للفريق بيقول فيها ان الامام عاشور ليس للبيع، او في الموسم ده الاهلي محتاجه ومش هيفرط فيه. الكلام ده كان رد اكلح على عرض كلح من نادي كونيا سبور التركي اللي بيقول لك ايه، عايز يشتري امام عاشور ويدفع 4.5 مليون دولار يتقسطوا على 3 سنين. يا عم الحاج، يا عم الحاج، انت ريال مدريد مشتري ديوميندي دافع فيه 140 مليون كاش، تقول لي انت 4.5 على 3 سنين اقساط؟ بعد بيان النادي الاهلي، اتحاد جده السعودي رفع قيمه العرض بتاعه للنادي الاهلي، خلاه 5 مليون دولار يدفعوا كاش. طيب اتحاد جده ممكن يرفع العرض؟ وارد جدا انه الخمسه يبقوا 8. ليه؟ لان اتحاد جده عايز يضغط او عايز ياخد امام قبل الميركاتو ده ما يقفل، او في الميركاتو الحالي عايز يخلص امام عاشور لانه هيفيد الفريق. طيب امام حلو، حلو. امام سوبر ستار النادي الاهلي حاليا، امام لاعب لا غنى عنه حاليا. لكن طالما اللاعب تمرد وعمل كده، اداره الاهلي انا عارفها عشان المبادئ وعلشان غرفه الملابس وعلشان تظبط الاداء بين اللاعبين، هتعمل ايه؟ هتجمد امام عاشور لحد ما ينتهي العقد بتاعه. طيب ما امام كده يمشي فري والاداره مش هتستفاد. فانا من رايي واللي هتعمله اداره الاهلي ده انها تبيع امام عاشور لاهلي جده ب 7 8 مليون دولار، هتشتري بيهم خمس ست صفقات او تجيب صفقتين سوبر ستار، تجيب صفقتين تقال كده، او يطلع على البرازيل يحمل عربيه نص نقل للعيبه اجمد من هناك. احنا يا جدعان بنبص على السوق المحلي وبنبص على افريقيا وشمال افريقيا، والانديه بتتامر علينا وبتدي فينا. انت لو رحت البرازيل والاوروغواي والدوريات دي والله العظيم هتجيب لعيبه اجمد بفلوس اقل. هناك ب 750 الف دولار بتشتري لاعب جامد، يعني لعيبه اجمد من بزيرة اصلا مش هتكمل مليون دولار، ب 2 مليون دولار. ده اللي انا في صن داونز، ابراهيم صن كان جايب سيرين وجايب لعيبه كتير قوي، والواد الارجوياني ده ومش عارف مين اللي كان في خط النص. يجيب لعيبه ببلاش الا ربع، ولعيبه نجوم. تروح تجيب لي من شمال افريقيا يقعد يتامر عليك، تروح تجيب لي لاعب مش عارف مين، هتجيب لاعب من الغريم. انا ضد اي لاعب يجي لي من الغريم التقليدي، بيعمل مشاكل كتير. ولكم في زيزو وامام وعبد الله السعيد حاليا مع الزمالك عبره. يا جدعان الجمهور بلاش نكلح على بعض وبلاش كل واحد يهق. لايك الفيديو، اشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.